السلام عليكم. ده تالت ليكتشر من كورس QT اللي احنا بنعمل فيه بروجكت GUI عن طريق لغة C++ وعن طريق طبعا QT. طب لو ما شفتش الليكتشرز اللي قبل كده فلازم تشوفها علشان الحلقات مترتبة على بعض، فيلا بينا نبتدي على طول. طيب في الليكتشر اللي فات عملنا ليبل وفهمنا ان احنا ازاي نعدل على الليبل ده، سواء ان احنا نغير الفونت او ان احنا نغير اللون او ان احنا نغير التكست نفسه. طيب النهارده هناخد بutton، والبutton ده لما ندوس عليه عايزين الليبل يتغير يبقى حاجة تانية. طب عشان نعمل button هنفتح اليو اي بتاعتنا كده، حلو قوي، وهعمل ديليت لده وهاجي هنا واعمل سيرش على بutton، وهلاقي عندي هنا حاجه اسمها بوش بutton، هسحبه كده واحطه هنا. حلو قوي، هتلاقي فعلا ان هو عمل لك زرار. تعالى بس نكبر الزرار بتاعنا كده شويه، نحطه هنا، برضو نحط ده كده، حلو قوي. طيب برضو لو دوست على البوتون بتاعك هتلاقي عندك هنا بروبرتيز. في البروبرتيز دي هتلاقي عندك طبعا الاوبجكت نيم، واللي هو في حالتنا دي اسمه البوش بutton، فانا ممكن اسميه المين button. وطبعا هتلاقي عندك هنا شويه البروبرتيز ان انت ممكن تخليه مثلا لما الماوس يجي على البوتون ده ممكن نخليه يبقى هاند، ان هو يبقى كأنك بتقف صباعه كده كأنك هتدوس عليه، وممكن تغير الفونت زي ما انت عايز، فانا هخليه كايرو وهخليه مثلا 10. طيب حلو قوي. ولو نزلت لتحت شويه كده هتلاقي التكست، وده طبعا التكست اللي مكتوب جوه، فانا هخليه مثلا كليك مي. حلو جدا. وفي شويه بروبرتيز شويه لو عايز تجرب فيها برضو، هي كلها الوان وكلها اشكال وحاجات بتتحكم في السايز وفي الشكل بتاع البوتون عامه، بس كمان تقدر ان انت تضيف ايكون. بس انا مش عايزك تضيف اي صور حاليا، هنضيف الصور دي بعدين قدام شويه. طيب حلو قوي. طيب تعالى كده نعمل ران ونشوف هل البوتون هيكون ظاهر معانا ولا لا. زي ما انت شايف طبعا البوتون ظاهر، مفيش اي مشكله، ولما بقرب منه الماوس بيتحول للايد اللي هو كانك هتدوس على حاجه. طبعا لو دوست كليك مش هيعمل اي حاجه عشان هو لسه ما بيعملش حاجه. طب تعالى نخليه بقى يعمل حاجه. لان هو عمل لك فانكشن، الفانكشن دي بيبقى اسمها on main button clicked. طبعا اسمها باين، يعني هي بيقول لك لما المين بوتون او ده اسم الاوبجكت بتاعك كليكد، لما الاوبجكت بتاعك ده هيتداس عليه ايه اللي هيحصل؟ يحصل اي حاجه انت عايزها. فانا في حالتي دي انا عايز اللي يحصل ان نيجي عند اليو اي وعند المين تكست ويغيره لي، فانا هقول له set text ويديله السترينج طبعا، وهقول له ان انا مثلا عايز ان التكست يقول button is clicked وسيمي كولون عشان ما يجيلناش ايرور. طب تعالى نعمل كده ران ونشوف هل فعلا لما ادوس على الزرار التكست هيتغير او الليبل هيتغير ولا لا. اوكي احنا جالنا ايرور، فثانيه واحده نشوف بس الايرور فين. ماشي، احنا عندنا ايرور هنا، بس نمسح دي وبس كده. تعالى نران تاني. حلو قوي، اشتغل معانا من غير اي ايرور. نيجي ندوس على الزرار التكست اتغير. حلو جدا. طيب اي حاجه طبعا انت بتكتبها جوه الفانكشن دي فهي بتحصل لما الزرار ده بيتداس عليه، ايا يكن انت عايز تعمل ايه. انت ممكن لما الزرار ده يتداس عليه فانت مثلا يبقى فيه تكست بوكس اليوزر بيكون كاتب فيه حاجه، وانت مثلا الزرار ده اسمه اد، فلما بيدوس عليه فهو بيعمل اد في فيكتور معين او في فاريبل معين للداتا دي، وبعد كده تقدر تتعامل بالفاريبل ده زي ما انت عايز. الموضوع بمنتهى البساطه. طب ده تقريبا الحاجه المهمه اللي انت محتاج تتعلمها عن البوتون. طبعا في فانكشنز ثانيه تقدر ان انت تستخدمها زي برضو السيت فونت والسيت ستايل شيت، وتقدر تغير في البروبرتيز زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. بس انا مش عايزك تاخد فانكشنز كتير، انا عايزك تاخد الحاجات المهمه اللي احنا قدام شويه هنقدر ان احنا نستخدمها ونعمل بيها بروجكت في الاخر. بس كده، تعالى نروح على الليكتشر اللي جاي.